السلام عليكم. النهاردة يعني يوم كده، جولة بسيطة كده في بورسعيد. دي أحد المصايف هناك. حبيت بس أشارك معاكم المناظر الجميلة دي. شوفوها كده واستمتعوا معايا. بس واحنا بقى بنتمشى كده وبنشوف الجمال ده كله، هحاول ان انا اتكلم معاكم كده في حاجة بسيطة عجبتني جدا، ومن ساعتها انا حطاها في دماغي، ولازم انتوا كمان تحطوها في دماغكم. يعني كل اللي بيحلم بحاجة او إن نفسه يحقق حاجة، لازم يحطوا في دماغهم ان في حاجة اسمها لصوص الاحلام. يعني ايه لصوص الاحلام؟ يعني اللي بيسرق حلمك، اللي بيبقى عايز دايما ينزلك لتحت. ف فده ياريت ان انت تبعد عنه. الشخصيات دي سلبية جدا. فدلوقتي انا هكلمكوا حاجة بسيطة بس يعني عن لصوص الاحلام. آه كما يفعل الجميع بالمجوهرات والذهب، يضعونها في اماكن امنة بعيدا عن متناول اللصوص. كذلك افعل في احلامي بعيدا عن متناول اللصوص. حقيقي ما اكثرهم، هم كتير جدا. يعني لصوص الاحلام دول كتير جدا، هتقابلهم في حياتك كتير جدا. فضوليون بطبعهم، يعني يفضلوا يعني يدخلوا في حياتك ويحاولوا ان هم يرسموا حياتك بدماغهم هم. انا مش عايزاك تتأثر بالناس دي، يعني لازم تبعد عنهم فورا. فتجار الاستسلام، الواقع وسلبياته، دول بقى هم بيتاجروا في الاستسلام وفي السلبيات. يعني دول تحفيز جدا للسلبيات. فهم فضوليون، ومدخلهم دائما انا دايما اريد مصلحتك، خليك واقعي، ما في فايدة. ازاي ما فيش فايدة؟ يعني عايزة افهم ازاي ما فيش فايدة. ليه نقطم احلام بعض؟ ليه نقول لحد يعني بلاش تكمل، يا عم اقف، الموضوع ده مش هيكمل؟ ليه نقطم بعض؟ ما تسيب كل واحد يشوف طريقه، يشوف حلمه ويمشي فيه. دايما يعني مدخلهم على طول في الكلام انا اريد مصلحتك، خليك واقعي، ما في فايدة، حقا اريد بهم باطل. دول هم الباطل بنفسه. يعني ولا الكلام ده اصلا المفروض يعني يأثر عليك. هم الناس دي يعني ضاقت بهم عقولهم ضاقت، يعني عقولهم محدودة، يعني تفكيرهم محدود. ف... فدول تسيبهم على جنب وتفكر في احلامك. دول احلامهم هجرت بلا عودة، يعني حلمهم ضاع او ما عندهمش احلام اصلا. فياريت ما نحطهمش في دماغنا وان احنا نفكر فيهم. خليك بقى في عقولك لها حديقة خلفية تستطيع بها الأحلام أن تحلق كما الفراشات. خلي أحلامك زي الفراشات مسافرة كده بين الزهور، تستمتع بوقتها. يعني طول ما انت بتفكر في حلمك خليها زي الفراشة كده، تفضل تستمتع وتسافر وتروح وتيجي بخيالها. يعني مش هقولك انت اللي تسافر، لا، انا بقولك بخيالها تستمتع بوقتها، ثم تعود لتحلق في منازل الواقع. بعد ما تستمتع بالوقت بتاعك وبحلمك ترجع تاني لواقعك، الواقع اللي احنا عايشين فيه، كلنا عايشين فيه. دي حاجة بتطلعنا، يعني حلمك ده بيطلعك من الواقع، بيخليك ان انت يعني تستثمر دماغك، تفكر، تشغل دماغك بحاجات مفيدة للناس. ايه المشكلة؟ تسحب كل من يرى قوة في رقتها. الأحلام دي هتسحب الناس اللي بيشوف فيها قوة في رقتها، هتزعج بقى كل من لا يستطيع امتلاكها. الناس اللي مش عارفة تحقق أحلامها، اللي كل هي بتزعجهم، هي بتضايقهم. تمام؟ طول ما انت بتفكر في حلمك انت هتضايق الناس اللي هي السلبية دي،
اللي هي لصوص الأحلام أصلا. فلا، ما تحلمش، عيش في واقعك ولا وازاي تحلم؟ يعني ده غلط ان انت تحلم. بالعكس، حلمك ده اللي هيخليك عايش، هيخلي جواك في امل، هيخلي جواك في نشاط. فاحلم، حتى لو الحلم ده مش هيتحقق، ايه المشكلة اما تحلم؟ ايه المشكلة اما انا اشتغل على نفسي واحلم؟ فمن الاخر كده، كن حريصا على احلامك وابدع في تجهيز حديقتها، استمتع بها، واعمل دائما على ان تحسسها بالامان. ايه المشكلة لما تحسس احلامك دي ان هي في امان؟ انا مش هخونك، انا عمري ما هأثر معاكي، انا هتعامل معاكي لاخر نفس، هحاول على قد ما اقدر احقق احلامي لاخر نفس. هي لما احلامك دي هتحس بالامان، وان فعلتها اعلنت الاستقرار. احلامك دي هتقولك خلاص، انا حاسه بالامان ومستقره معاك، انت مش هتخني. فان استقرت دخلت في حديقه من الخيال، فجعلت منها قصورا تتسع للعالم وما فيه. هتعمل من احلامك دي قصر. شوف القصر بقى فيه كام غرفه، رغم الغرف اللي في القصر ومش هتأثر معاك. يعني شوف القصر ده فيه كام غرفة، الغرف دي كلها انا عايزاك تملاها بالامل والطموح وتحقيق الاحلام. مش عايزاك ان انت تفكر في ان انت تسيب غرفة واحدة فيها لص واحد من الاحلام. متخيل معايا؟ فحقيقي ما تدوش فرصة للصوص الاحلام ان هي تتدخل في حياتكم. ما تدوش فرصة لحد ان انت تتأثر بيهم او تتأثر في تفكيرهم. دي حاجة بتبسطك حتى لو عايد عليك بالتعب، يعني دي حاجة انت شايف شغفك فيها. انا بقولك سواء كان ايا كان حلمك، دي حاجة يعني لازم تستمر فيها. عندك حلم يبقى انت انسان عايش في الدنيا، عندك حلم يبقى انت انسان طموح. ما تخليش اي حاجة تهزك، ما تخليش اي حاجة تكسرك، كمل في حياتك. سيبك من الناس السلبية زي ما انا قلت. كل ده هيعود عليك اولا مش هتنشغل بالناس، دي اول حاجة. ثانيا كل انشغالك هيبقى بنفسك، وطبعا بطاعة ربنا وبتفكيرك اللي هو ان انت نفسك ان انت تنفع الناس باي حاجة. يعني تعمل اي حاجة، سواء ان انت بقولك لو ما نجحتش فانت اخدت ثواب ان انت بس يعني مجرد بتدخل للناس معلومة جديدة، او بتدخل للناس حاجة مفيدة ليهم. فدي في حد ذاتها نجاح. يعني حتى لو انت ما وصلتش، انت كده ناجح ان انت اصلا عندك حلم في وصلت. فياريت ان اللصوص دي ما تدخلش حياتنا اصلا، وما نفكرش فيهم اساسا يعني. فهنعمل كده في احلامنا صندوق جميل نحط فيه كل احلامنا، كل اللي احنا بنتمناه، من غير اي تفكير سلبي. هنعتبر الاحلام دي فعلا مجوهرات او ذهب او حاجة ثمينة انت بتحبها. حطها كده في صندوق واقفل عليها، ما تطلعهاش في النور غير لما توصل، لما تحس ان انت خلاص وصلت. انا كنت بحلم بكذا وحققته، انا كنت بحلم بكذا وعملته. فكل ده عايد عليك، وانت ساعتها هتقول فعلا كان عندك حق، انا ما احطش في دماغي كلام الناس دي. اي تعليق سلبي، اي كلام سلبي ليك عمره ما هيفيدك ولا تفكر فيه اساسا. يعني
ارمي وراه، ارمي ورا ظهرك، اعتبر ان انت ما شفتش الكلام ده اصلا، ما سمعتوش. اللي في دماغي هنفذه، اللي في دماغي انا شايفه صح، هكمل فيه مهما يعني كلامهم ضايقك. ما تخلوش يضايقك اصلا، ما تخلوش يعني يعني ينزلوك لتحت. دايما حط في دماغك لا، انا حلمي اهم من اي حاجة. كفاية الواقع اللي احنا عايشين فيه، الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني يدمر اي حد، اي حد نفسه في حاجة يخليه ينزل لتحت. فليه، ليه انا مفكرش في تفكير خيالي يبعدني عن الواقع، يبعدني عن اي حاجة سلبية تنزلني لتحت. فخليك في احلامك، وبجد ان شاء الله هتتحقق، سواء كانت صعبة اكيد هتتحقق في يوم من الايام. فلو احنا حطينا في دماغنا كده فان شاء الله هتتحقق طبعا بطاعتنا لربنا وباستمرارية، يعني لازم نستمر. فمادام دي حاجة هتبسطك كمل فيها، وما تخليش اي حد يعني يخليك ترجع في حلمك مهما كان. فدي حاجة بسيطة كده حبيت ان انا اتكلم معاكم فيها. يا ريت اكون يعني زودت اي حاجة جواكم. يعني انا كنت بس يعني حبيت ان انا افضفض معاكم في الكلام، ويا ريت يكون كلامي مفيد بالنسبة لكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير ومع الاجواء الجميلة دي. كان معاكم هند سليم. باي باي.